السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب هنكمل على الموديل بتاعنا. في الفيديو اللي فات احنا غيرنا الدايمنشن بتاع الكاميرا، دلوقتي هنرجعه تاني عشان نخليه بورتريه. هنا هنخليه 1080 في 1920 بالظبط. نقرب كده مثلا. طيب عشان نعمل تكتشر الكروكس هنروح هنا نوسع النافذة اللي هنا دي، ومن هنا هنختار الشيدر اديتور. هنفتح الاختصارات. تمام، ونيجي هنا عايزين نوسع دي كده شوية برضه كده. تمام، هنخفي النافذة دي، ندوس حرف ال N واحنا عاملين select لأي جزء في الكروكس. هنروح على new وندوس create كده، ندوس على home من الكيبورد عشان يكبر لنا الشكل كده. طيب لازم نشوف التكتشر واحنا شغالين على اعدادات النود اللي هنا. النوافذ دي اسمها نود، يعني كل واحدة من دي كده نود غير التانية. احنا هنيجي هنا وعند زاوية الكاميرا أو رؤية الكاميرا هنا هندوس مثلا 0 ونقرب شوية كده عشان نشوف التكتشر واحنا شغالين. مثلا احنا هنشتغل على الجزء اللي فوق اللي هو وش الكروكس من هنا، فاحنا هنقرب هنا كده عشان نشوف التكتشر شكله ايه واحنا شغالين. بالنسبة للنود والتكتشر والملامس والحاجات دي كلها، بإذن الله نبقى هنعمل فيديوهات تانية نتعمق فيها أكتر، بس في الفيديو ده احنا هنعمل حاجة بسيطة واي حد يقدر يعملها يعني. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نحاول نوضح اكتر موضوع التكتشر وازاي نعمل تكتشر احترافي ونتعمق اكتر في الموضوع يعني. طيب بما ان احنا عاملين سيلكت للجزء ده وعملنا نيو تكتشر وماتيريال جديده، هنعمل شيفت A، هنضيف نود جديده هنسميها نويز تكتشر. هي اسمها نويز تكتشر اصلا، نويز تكتشر كده مثلا. واحنا عاملين سيلكت للنود دي هندوس كنترول تي، هنلاقي الاتنين دول ظهروا متوصلين بالفيكتور في نافذة النويز تكتشر. الاختصار اللي انا عملته اللي هو كنترول تي وظهر لي الاتنين دول. عشان يشتغل عندك هنروح على edit preferences من هنا، نروح على add-on وهنكتب هنا نود رينجلر نود. ايوه بالظبط، هتلاقي الاختيار ده مش متفعل عندك زي كده، هتعلم عليه وتدوس سيف بعدين تقفل دي. دلوقتي لو جينا مسحنا دول واحنا ماسكين النافذة دي او النود دي كنترول تي هيظهر لنا الاتنين دول، ودول هنتعرف عليهم اكتر ان شاء الله واحنا شغالين. طيب بعد ما ضفنا دول هنوسعهم كده وهنضيف كمان اتنين هنا. ندوس شيفت A ومن هنا نختار color ramp بالظبط، هي دي نحطها هنا. نجيب دول كمان كده، نضيف شيفت A نختار اللي هو البامب. ايوه هو ده تمام، ونبدأ نوصلهم ببعض. طبعا تقدر تركز هنا في الجزء اللي هنا عشان تشوف التكتشر لما نوصله ايه اللي بيظهر هنا. اول حاجة هنوصل دي بدي كده، ومن هنا هنوصل الكالر بالهاي، ومن هنا النورمال مع النورمال. بص بقى هتلاقي هنا الشكل عمل نويز او شكل غريب هنا كده. تمام، هنقرب كده عشان نشوف. هنروح على السكيل نصغر من هنا، ممكن مثلا نصغر من هنا كده، صغر لحد لما يكون الملمس عامل زي ملمس الكروكس الطبيعي. ممكن نخفف التأثير من هنا شوية كده مثلا، نرجع ورا كده، نبدأ نلف حوالين الشكل عشان نشوف.
صغر كمان، ونحاول نزود كده مثلا. شوف، ايوه، نزود الرقم العكس، نزود كده. ممكن نتحرك بالكاميرا، يعني نيجي نبص من الكاميرا هنا عشان نشوف. نعمل زوم كده، تمام، وندوس زيرو عشان نطلع برا الكاميرا. نقرب من العنصر بتاعنا كده، وفي نفس الوقت لما ندوس زيرو هنبص من الكاميرا تاني عشان نشوف التكتشر مظبوط في الكاميرا ولا لأ. طيب دلوقتي احنا محتاجين نصغر كمان شوية. في الكولر رامب هنيجي مثلا نشد دي شوية كده. تمام. طيب هو التأثير مش مظبوط أوي، عشان هنروح على النود الأخيرة اللي هنا، هنخليها اوبجكت، نوصلها بالفيكتور زي ما هي كده. تمام، هنلاقي الشكل بتاعنا ظبط أكتر. ممكن نبص من الكاميرا عشان نشوف. نرجع كده، نكبر كمان شوية. كل ما بتصغر كل ما بتقلل الرقم اللي هنا، كل ما التكتشر تفاصيله بتظهر أكتر. تمام، أو الخربشة بتاعته دي بتظهر أكتر. نبص من الكاميرا. كمان شوية. ممكن نزود التأثير بتاعه من هنا، أو كده مثلا شوية. تمام، صغر سكيل كمان شوية. نبص من الكاميرا. تمام تقريبا يعني تمام. ممكن نظبطها أكتر. بس كده تمام، كده تمام. طيب احنا كده عملنا التكتشر بتاع ملمس الكروكس. هنكرر نفس التكتشر ده على بقية أجزاء الكروكس. تمام، اللون في الآخر هنعدله، هيتعدل في كله. طيب هنمسك مثلا الحزام اللي هنا، نمسك الحزام ده برضو، ونمسك في الآخر الجزء اللي احنا عملنا له التكتشر اللي هو ده. ندوس كنترول ال لينك ماتيريال. لو بصيت هنا هتلاقي التأثير بقى على الأجزاء اللي احنا عملناها سيلكت، وأخدنا منها الكوبي بتاع الماتيريال. تمام، ممكن نيجي هنا نقرب كده عشان نشوف. مثلا الدوائر دي نفس الفكرة، ممكن تعمل سيلكت من هنا أو من هنا عادي. ممكن نمسك الدوائر دي برضو، ونروح على آخر حاجة نمسكها، هي العنصر اللي كان ظبطنا فيه الماتيريال. احنا دايسين شيفت كليك وبعدين كنترول ال لينك ماتيريال. هتبص هنا هتلاقي التأثير تنفذ على بقية الأجزاء يعني. نفس الفكرة هنا، كنترول ال لينك ماتيريال. تمام، الحزام ده برضو، والدايرة دي، والدايرة دي كمان. وآخر حاجة العنصر اللي عملنا فيه الماتيريال أول مرة، كنترول ال لينك ماتيريال. بقى عندنا هنا الدوائر اللي هي هنا، ممكن نعمل لها سلكت من هنا عادي. دي، ايوه، ونمسك الشعار اللي هنا. في ايه تاني؟ والدوائر اللي هنا برضو شيفت. وبعدين اخر حاجة اي عنصر واخد الماتيريال هنمسكه في الاخر، واحنا دايسين شيفت كنترول ال لينك ماتيريال. تمام، كده كل اللي فوق دوت واخد نفس الماتيريال. لسه باقي اللي تحت من هنا. طيب احنا عاوزين كل التفاصيل اللي تحت دي تكون لير واحدة، عشان ما يبقاش كتر تفاصيل على الفاضي. فنمسك ده
ونمسك ده وده والأرقام وكل التفاصيل اللي تحت كده. وقبل ما نعمل لهم ندمجهم مع بعض نشوفهم بس واخدين subdivision ولا لأ. نلغي subdivision، نمسك واحد واحد كده نشوف. ده مفيهوش subdivision، ده فيه نحذفه. نمسك ده برضو نحذف منه subdivision، وده كمان. وشوف ده وده. تمام تمام، كلهم كده نضاف مفهومش فيهم subdivision او اي تأثير، عشان لما ندمجهم مع بعض ما يعملش كراش او البرنامج يتقل منه. نمسك ده مثلا وده كنترول جي كده، الاتنين بقى كتلة واحدة، مع شيفت الكتلة دي برضو كنترول جي كده كلهم بقى لير واحد، حتى لونهم هتلاقيهم زي بعض. نمسك الأرقام والتفاصيل الصغيرة دي برضو كنترول جي، مع دول كنترول جي برضو. تمام، كل التفاصيل دي كلها بقت لير واحدة اهي نقدر نتحرك بيها. نمسك التفاصيل دي مع أي عنصر واخد الماتيريال كده، وندوس كنترول ال لينك ماتيريال. وزي ما احنا شايفين هنا الكروكس كله أخد الماتيريال، أخد ملمس الكروكس زي اللي بيكون في الطبيعي. طبعا انت ممكن تشتغل اكتر على الارقام دي عشان تظبط الملمس. من هنا انت اصلا كده كده عملت لينك ربط ليهم كلهم، فانت ما تعدل على واحد هيتعدل في كله. فانت امسك اي عنصر وتعالى هنا مثلا، حاول تكبر دي كده، تعلي الرقم وتصغره تشوف. بص من الكاميرا مثلا كده، صغر الرقم ده كده شوف. لا، محتاجين نعلي. ننزل كمان شوية، يعني مثلا كده. ممكن نقلل ده كده شوية. السترينج اسمها نقلل شوية، اللي هو العمق بتاع النويز نفسه. من هنا نقدر نقلل التأثير بتاعه من هنا كده. والبامب ده هو البروز في النويز اللي هنا، النويز اللي هو ده. تمام، والنافذة دي بتلعب على اللمعان أو الإضاءة، يعني عشان خاطر البامب أو النويز يظهر مظبوط. نشوف كده مثلا، نلف حوالينه لفة كده نشوف التفاصيل عاملة ايه. أعتقد أموره إلى حد ما تمام. أهم حاجة نكون ظاهر في الكاميرا كويس. تمام، كويس جدا. طيب دلوقتي هنيجي بقى دور اللون نفسه. من هنا نقدر نغير أي لون زي ما احنا شايفين كده، أي لون انت ممكن تختاره. لو في لون معين بالكود هتيجي هنا في الهكس هنا ل HEX، تحط الكود هنا يديك اللون اللي انت عاوزه لو انت معاك كود معين. ممكن مثلا اختار اللون ده كده مثلا. تمام، زي الفل. طيب بالنسبة للفردة التانية هنعمل نفس الكلام دوت. نظهر الكوليكشن بتاع الفردة التانية من هنا. تمام، أول حاجة هنعملها هنمسك التفاصيل اللي تحت. نمسك ده والأرقام وده، نقفلهم مع بعض ونتأكد إن مفيش subdivision الأول. ده فيه subdivision شيله. وهنا ده برضه. تمام، هنا برضه نحذف. تمام، نمسك ده مع ده كنترول جي. نمسك ده مع ده مثلا، وده كنترول جي، مع الاتنين دول كنترول جي، مع ده كنترول جي. خلاص كده دول كلهم بقت لاير واحدة.
نتأكد. تمام. اللي هنعمله دلوقتي هو ان احنا هنيجي هنا واحنا ماسكين مثلا اي جزء من الفردة التانية، مثلا الوش ده، وهنروح هنا عند الايقونة بتاعة الماتيريال اللي هي هنا دي، كليك، وهتلاقي هنا الماتيريال بتاعتك اهي. حتى هتلاقي اللون بتاعك هنا اهو. تدوس كده، ممكن نسميها مثلا كروكس ماتيريال، كروكس كده، عشان يبقى اسمها باين من هنا كده. طيب نمسك بقية العناصر، ممكن نبص من هنا كده عشان نشوف. نمسك الحزام هو ده، والتفاصيل اللي عليه مع الدوائر اللي هنا، والنعل، والدايرة دي، والحزام مع الدوائر اللي هنا، مع النعل هيك احنا ماسكينه، والدوائر اللي هنا. واخر حاجة هنمسكها العنصر اللي واخد الماتيريال، شيفت واحنا دايسين، وبعدين كنترول ال، لينك ماتيريال. تمام. ونشوف ايه العناصر اللي لسه ما خدتش الماتيريال، مثلا زي هنا الدايرة دي والحزام اللي هو دوت. ممكن نيجي هنا نختار الماتيريال على طول زي كده، نمسك الدايرة دي نفس الفكرة كده، نختار الشعار من هنا، والتفاصيل اللي تحت نفس الفكرة كده. تمام. تمام، يبقى احنا كده ظبطنا الماتيريال بتاعة الكروكس. هنضيف الشعار هنا على الدايرة اللي هنا، وعلى نفس الدوائر اللي هناك. نيجي هنا كده نبص مثلا كده، نمسك دي نفس الفكرة. احنا هنا فاتحين النافذة بتاعة الماتيريال اللي هي الشيدر اديتور. تمام. انما احنا ماسكين الدايرة دي هندوس نيو، ونبص من هنا كده عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط. خلي دي كده، من عند الريندر هنا نقرب كده عشان نشوف برضو مثلا كده. طيب احنا كده ضفنا 2 نود. هنيجي هنا نسحب البيزك كولر، نسحبها ونشد كده ونسيب الماوس، هتلاقي النافذة دي اتفتحت. هنكتب هنا image texture اللي هي دي، هتلاقي هنا لونها اتغير بقى لونه بينك. لون البينك هنا معناه ان مفيش حاجة هو اتعرف عليها يعني. تمام. فهنيجي هنا على open، نروح على الشعار نجيبه من الفولدر اللي احنا سايبينه عندنا في الفيديوهات اللي نشتغل عليها يعني. نختار من هنا، هتلاقي الشعار نزل هنا كده، بس طبعا مش مظبوط. واحنا عاملين select وبصين من هنا كده، ندخل edit mode وندوس حرف ال A عشان يسلكت كل حاجة. ندوس U smart UV project من هنا، ونروح عاملين unwrap كده. تمام. تلاقي الشكل باظ اكتر هنا. هنروح نقسم النافذة دي كده، ومن هنا هنغير النافذة دي، هنخليها UV editor من هنا. اعتقد ان احنا محتاجين نظبط دي تاني. هنا نروح هنا ندوس U تاني، ونروح من unwrap من هنا بالظبط عشان يظهر لنا المش بتاعنا بالطريقة دي. تمام. واحنا في النافذة دي هندوس حرف ال A عشان يسلكت المش ده كله، ونقدر نتعامل معاه نفس الكلام. S تصغره. تمام. G تقدر تحرك كده. تمام. صغر كمان شوية، مثلا خليها على الشعار بالظبط. لو انت شايفه مثلا ممطوط شوية من فوق، مثلا ممكن تدوس S X تمطه كده. وانت شايف هنا الشعر بشكله ايه. هو لافف، هنلف المشي من هنا، هندوس R ونلف لحد لما الشكل يظبط معانا. ممكن ندوس كنترول عشان يدينا زوايا بالظبط كده مثلا. تمام. يبقى احنا كده عملنا الشعار اللي هنا. ممكن نكبر المش اللي هنا شوية عشان خاطر الشعار يدينا أبيض على الحواف. اس نكبر شوية كده كده مثلا زي الفل. طيب نفس اللي احنا عملناه هنا هنعمله في الشعارات التانية. هنروح نمسك، نطلع بس من الايديت مود هنا.
احنا هنا في الايديت مود هنطلع تاب ونتحرك كده، نمسك الشعار اللي هنا ونروح هنا نبص عشان نشوفه كده. تمام، نفس اللي احنا عملناه. هنيجي هنا عند النافذة بتاعة الشيدر اديتور من هنا اللي هي دي، ومن نفس الايقونة هنا بدل ما تختار نيو وتعمل نفس الكلام، هتيجي من هنا تختار الماتيريال بتاع الشعار هو ده. حتى لو ركزت هنا هتلاقي الدايرة الصغيرة دي فيها الشعار اصلا. فاحنا هنيجي كده ونسميها مثلا، حتى بص هنا هتلاقي الشعار نزل اهو. ممكن نسميها لوجو ماتيريال، لوجو ماتيريال عشان نبقى احنا عارفين اسمها ايه لما نيجي نشتغل بيها. هتلاقيها هنا اهي. تمام. نفس الكلام، هو اللوجو مش مظبوط واحنا ماسكين الدايرة. هنروح edit مود، ندوس حرف ال A عشان يسلكت كل الشكل. U ونعمل unwrap، نلاقي شكل الشعار هنا صغر. في النافذة دي هنقدر نعدل، هندوس حرف ال A نصغر. G عشان نتحرك كده، ممكن SX مثلا. G نوصل الشكل كده. نلف. تمام، كليك. تمام، ممكن نكبر شوية كمان. تمام، عشان يدينا الحواف لونها أبيض زي الناحية التانية زي هنا كده. ممكن نزودها شوية هنا بس. تمام، يبقى احنا كده ضفنا الشعار على اليمين وعلى الشمال في الفردة الأولانية، ونفس اللي عملناه نعمله الناحية التانية. هنيجي هنا نطلع من الإيديت مود ونمسك الدايرة اللي هيتحط فيها الشعار، نروح هنا نختار لوجو ماتيريال، نروح نبص عليه هنا هو ده. واحنا ماسكين الدايرة هنروح edit مود تاب A عشان يعمل select all. U unwrap، تلاقي الشكل هنا ظهر كده. نروح لنافذة ال UV، من هنا ندوس حرف ال A، نرجع كده ورا. S صغر. G عشان يتحرك هنا. S تاني كده. S6 عشان الشكل فيه. ايوه. R كنترول عشان يدينا زوايا مثلا كده، لحد لما تلاقي الشكل الشعار ظبط هنا. يبقى كده تمام. تمام زي الفل. هنا لسه باقي نفس اللي احنا عملناه برضو. نروح على الناحية التانية نبص لها كده، نبص من هنا عشان نشوفها. احنا ماسكين ندخل edit مود، وقبل ما ندخل edit مود هنروح نختار الماتيريال من هنا، اللوجو ماتيريال. تلاقي الشعار ظهر واحنا عاملين select. ندخل edit مود A عشان يعمل select كل حاجة، وندوس U unwrap. تمام، تلاقي الشكل عامل كده. نروح على ال UV A عشان يعمل لنا select all، و G تحرك معانا كده. S نصغر كده. SX S كده. G نتحرك. R عشان يعمل لنا روتيشن. كنترول يدينا زوايا كده. تمام زي الفل. احنا كده حطينا الشعار وعملنا الماتيريال. نقدر نقفل بقى النافذة دي خالص كده. وبرضو النافذة دي مش محتاجينها برضو دلوقتي، هنقفلها. هنصغرها كده. تمام، نطلع برا الايديت مود، ندوس سيف عشان يحفظ لنا كل الخطوات اللي احنا عملناها. ولازم في الاول نظبط الماتيريال ونظبط الالوان بتاعة الماتيريال، عشان خاطر لما ندخل في مرحلة الانيميشن لو لقيت حاجة بايظة مش هتقدر تعدلها، عشان هتتعب في ان انت تطبقها على كله. فاحنا في المرحلة دي لازم نظبط التكتشر مظبوط عشان مش هنعدل فيه بعد كده.
ممكن تعدل فيه لو انت عايز تعمل حاجات تانية يعني. الافضل ان انت تظبط كل الاعدادات دي من دلوقتي، اللي هي الماتيريال والملمس بتاعها يكون مظبوط زي ما انت شايف، عشان بعد كده ما تتعبش في ان انت تعدل في ده كله تاني. كده بقى عندنا الاستوديو اللي احنا عاملينه اللي هو البوكس ده. عاوزين نديله ماتيريال ما يكونش زي الورق كده، ممكن نسيبه زي ما هو كده ورق، وممكن نديله ماتيريال بحيث ان هو يدينا شكل في الريندر، يعني يكون شكل احترافي مش بس ورقة بيضة كده. فاحنا في اضافة هنضيفها للبلندر، نقدر نضيف منها الماتيريال اللي هي الشريط اللي فوق ده اللي هو اسمها بلندر كيت. نروح على جوجل، نروح على الويب سايت، هتقدر تحملها من هنا، دوس داونلود بلندر كيت ومن هنا تقدر تحملها. اول ما تحملها هتظهر لك ملف مضغوط زي كده. هنروح على ناخدها بس كات، كنترول كات، نحطها مثلا على الديسكتوب هنا مثلا كده، ماشي. نروح على البلندر من هنا edit preferences، من هنا هنروح على الادون، ومن هنا على السهم ده هندوس install. هتحدد الملف ده وتدوس install، هيظهر معاك. انا كده ثبتها مرتين فانا مش محتاج التانية دي، خلاص هقفل دي كده. تمام، هي اصلا متثبتة عندي فانت هتثبتها بنفس الطريقة دي. تمام، بعد كده بتدوس سيف وبتقفل النافذة دي، يظهر لك الشريط اللي هنا. هنروح على أيقونة الماتيريال من هنا، هندوس عليها كده ونروح في السيرش نكتب مثلا وول، عشان يجيب لك الماتيريال بتاعت الجدران أو يعني أي ماتيريال أنت ممكن تحطها، بس نختار حاجة فري يعني. فكان في ماتيريال أنا شايفها كويسة ممكن تنفع معانا، اسمها كونكريت وول. تمام، كل دول كونكريت وول، تقدر تختار منهم يعني أي حاجة، مثلا أي حاجة تكون فري مثلا زي كده. هتسحبها وترميها على البوكس بتاعك. بس الأول خلينا ندوس اكس كده، أيوة، نمسك البوكس وبعدين نسحب الماتيريال من هنا نرميها عليها كده. هتستنى لما يحمل، هو بيعمل كده داونلود. لو بصيت هنا هتلاقي الشريط اهو بيحمل. تمام بالظبط، وانت بص في الريندر هنا هتلاقيها ظهرت. بس زي ما احنا شايفين هي متكررة، زي باترن كده متكرر. احنا مش عاوزين كده، انا عاوزين ان هي تكون شكلها طبيعي كأنها حيطة عادية خالص. واحنا ماسكين البوكس هنروح على edit mode ونحدد البوكس كله، ندوس يو unwrap. تمام، ونبص من هنا كده، لا كده الانراب بوظها، فهنرجع كنترول زد، ندوس يو سمارت يو في بروجكت مثلا زي كده. تمام كده ظبطت، بس محتاجين نصغر الملمس بتاعها شوية. طيب واحنا ماسكين البوكس هنروح على الشيدر اديتور من هنا، نفتح نافذة اليو في، واحنا ماسكين البوكس هندخل edit mode ايه عشان يعمل لنا select لكل حاجة. نروح على اليو في، ندوس حرف ال A عشان يعمل لنا select لكل حاجة. بعد كده هنعمل scale S، كبر الشكل، كبر المش اللي هنا عشان يظبط معاك السكيل الماتيريال هنا في الشكل. وانت شايف كده كده اصلا هنا ممكن تبص من الكاميرا عشان تشوف الشكل احسن، ومن هنا تقدر تتحكم في اس، تكبر كمان مثلا لحد لما تلاقيه شكل مناسب او واقعي هنا في الريندر، يبقى انت كده امورك تمام. تمام، بعد كده نطلع من edit مود، ممكن نيجي هنا عند الريندر ندوس 0 عشان نشوف اللي اوت عامل ازاي، او الاستوديو اللي احنا عملناه ده واقعي ولا لا، مفيهوش اي مشاكل في الماتيريال بتاعته ولا لا. اعتقد كده اموره تمام. ممكن نبص من الكاميرا عشان ده اهم جزء احنا هنشتغل عليه، فيعتبر كده اموره تمام. في الفيديو ده احنا كده خلصنا، وبنكمل في الفيديو اللي جاي.
ندوس سيف عشان نحفظ شغلنا ونكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.